فريق لامس الكاس 3 مرات وفي الاخر ضاع منه في اخر دقيقتين. عايزين تعرفوا التفاصيل؟ خلوكم معايا وهنرجع لكم بالتفاصيل. النهارده هنتكلم على مباراة بالنسبة لي أنا كانت واحدة من أمتع المباريات في الكرة المصرية. البداية تاريخ 2/7/2007، مباراة نهائي كاس مصر ما بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والنادي الزمالك. مباراة جماهير بملايين، توتر وناس على أعصابها، وكل واحد بيحلم إن هو يفرح جماهيره بالكاس مصر. الشوط الأول كان هادي نسبيا، مفيش ضغوطات، كل فرقة بتلعب بتحفظ وكل واحد كان بيلعب مستني للتاني على غلطة. وفي الآخر انتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0 للفريق. نرجع بقى للشوط الثاني وبداية الإثارة في الشوط الثاني. بداية الإثارة كانت في الدقيقة 50 بالظبط، عمرو زكي سجل الهدف الأول لنادي الزمالك، كانت أول مرة نادي الزمالك يلامس فيها الكاس. بعديها ب7 دقايق النادي الأهلي رجع المباراة وسجل هدف التعادل الأول للنادي الأهلي، وطبعا الملعب اترج بفرحة الجماهير كلها والمباراة بقت 1-1. النتيجة 1-1. الزمالك ما استسلمش وعمل التبديل بنزول شيكابالا الأباتشي عشان يسجل واحدة برجله الشمال صاروخية تسكن شباك الأهلي ليتقدم الزمالك 2-1 على النادي الأهلي، ودي كانت تاني مرة الزمالك يلامس فيها الكاس. الدقايق الأخيرة من المباراة والمباراة متوترة جدا والجماهير مستنية صفارة النهاية عشان تحتفل بالكاس لنادي الزمالك، بس الأهلي كان له رأيه تاني. وكالعادة زي ما احنا عارفين الأهلي معروف طول عمره باسم البلاس 90 عشان يجي النجم محمد أبو تريكة ويسجل الهدف الثاني في آخر دقايق المباراة للنادي الأهلي، وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 عشان تروح المباراة للأوقات الإضافية. في الوقت الإضافي يجي النجم جمال حمزة نجم نادي الزمالك ويسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك عشان يتقدم للمرة الثالثة لنادي الزمالك والزمالك يلامس الكاس ويبقى أقرب للفوز بالكاس والنتيجة 3-2 لصالح نادي الزمالك. اللي حصل بعد كده محدش كان متخيله ولا حد كان متوقعه. النجم أسامة حسني نجم النادي الأهلي في دقيقتين بس قدر يسجل الجون الثالث والرابع للنادي الأهلي عشان تنتهي المباراة بنتيجة 4-3 للنادي الأهلي. صدمة وصمت وانهيار من الجماهير الزمالك، محدش مصدق. الزمالك 3 مرات لمس الكاس وكان قريب جدا ان هو يفوز بالمباراة، بس النادي الأهلي كان ليه قرار تاني وقرر ان هو هيفوز بالمباراة نتيجة 4-3. وعشان كده احنا طول عمرنا بنقول ان احنا مش بنلعب على نتيجة، انت بتلعب على صفارة الحكم. وانتهت المباراة وفاز النادي الأهلي بكاس مصر في 2007 بنتيجة 4-3 على نادي الزمالك. ودي بالنسبة لي أنا كانت واحدة من أمتع كلاسيكيات الكرة المصرية ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك. القصة إن لحظة واحدة ممكن تغير كل حاجة، وعشان كده معانا هتسمعوا قصص ممكن ما تكونوا سمعتوها أو شفتوها أو حضرتوها. قصص كتير هتيجي وهتحصل وحصلت في الرياضة عامة في مصر وفي العالم كله. عايزين تعرفوا كل جديد؟ خليكم معانا واستنونا في حلقة تانية.